الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. كل عام وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هعمل معاكم الكيك اللي قدام حضراتكم الجميلة دي، مقادير مظبوطة جدا. شايفين؟ هشة وجميلة وطرية كمان. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الكيك فاتح وهش وطري وجميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. مقادير مظبوطه جدا، مقادير مظبوطه لصينيه مقاس 28. اهم حاجه تظبطي درجه حراره الفرن، وكمان تظبطي المقادير بتاعتك تطلع معاكي هشه وجميله في منتهى الجمال. يلا كده نشوفوا مقاديرنا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا كوبايتين وربع من الدقيق، ضفت لهم ربع كوبايه من النشا، ضفت لهم كمان بمعلقه الاكل دي معلقتين بيكنج باودر مع رشه ملح ورشه بيكنج صودا. عندي هنا كوبايتين من عصير البرتقال، عندي هنا كوبايه الا ربع من السكر، عندي نص كوبايه من الزيت، عندي بيضتين، عندي معلقتين من الخل، وعندي الفانيليا. نسمي الله كده ونبتدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل هنا بالبيضتين، هنزل عليهم بالفانيليا، هضربهم بقى بسم الله. هنزل عليهم كمان بمعلقتين الخل. الخل ده محسن للكيك، وكمان بيخلي الكيكه بيضه كده وهشه. بعد البيض ما بقى بالشكل ده، هبدأ بقى انزل بالسكر. بتنزلي بالسكر حبه حبه كده مع الاستمرار في الضرب. بعد ما ضربنا البيض والسكر بالشكل ده، هبدأ انزل بالزيت سرسوب كده مع الاستمرار في الضرب. بعد كده بقى هبدأ انزل بكوباية من عصير البرتقال ده. بعد كده بقى رايحة اقلب بالخليط الجاف كوبايتين وربع من الدقيق، على ربع كوبايه من النشا، على معلقتين بيكنج باودر، على رشه ملح ورشه بيكنج صودا. طبعا الدقيق ده والنشا وكل حاجه انا نخلاها، هبدا انخلها تاني على الخليط ده. هبدا بقى انخل كده. طبعا كل ما بتنخلي للكيك الدقيق اكتر، كل ما بيديكي هشاشه اكتر. بتنزلي بالدقيق كده على دفعات، ما بتنزليش بالدقيق مره واحده. هبدأ انزل بالكوباية التانية بالشكل ده. هبدأ انزل بالدفعة الاخيرة كده. وانت بتعملي الكيك دايما اظبطي المادة السائلة في الكيك، لان لو المادة السائلة زيادة معاكي في الكيك هيهبط منك. حبايبي بعد ما ضربنا الكيك بالشكل ده، وانت بتعملي الكيك ما تكتريش كده ضرب بالمضرب علشان ما تطلعش ناشفة معاكي. اخدت عصير مننا كوبايه وربع، يعني الكوبايتين ونص اخدوا كوبايه وربع من عصير البرتقال. بعد كده بقى رايحه اجيب الصينيه بتاعتي بالشكل ده. دهنتها ماده دهنيه، فردت فيها ورقه من الزبده، وكمان رشيت على الجناب كده حبه من الدقيق. بعد كده بقى رايحه انزل بالكيك بتاعنا بسم الله بالشكل ده. بعد ما نزلنا بالكيك في الصينيه، تبداي بقى تخبطي الصينيه خبطتين بالشكل ده، علشان لو في اي فراغات تخرجيها بالشكل ده. بعد كده بقى انا مولعه فرن من 5 دقايق على درجه حراره 180. رايحه ادخلها الفرن من 30 ل 35 دقيقه تستوي ان شاء الله، واقدمها لحضراتكم تاني. حبايبي بعد ما سوينا الكيك بالشكل الجميل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله، اخدت 30 دقيقه في الفرن، طلعت بالشكل الجميل ده. طفيت الشعلة اللي تحت، ولعت لها الشوايه ثواني كده وانت بتلفي في الصينيه. بعد كده خرجتها لحضراتكم بالشكل الجميل ده. بعد كده بقى نبداوا نقلبوا الصينيه. حبايبي بعد ما قلبناها في الطبق بالشكل الجميل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا الخطوه دي اختياري. انا معايا هنا كوبايه من عصير البرتقال الخام، ضفت لها كده معلقه من السكر، بقت بالشكل ده. هبدا بقى انزل على الكيك كده. طبعا الكيك لسه سخن والعصير بارد، فطبعا الكيك راح يتشرب العصير ده في ثواني. طبعا بعد ما بتسقيها بالعصير البرتقال، بتسيبيها لحد كده ما تتشرب كويس وتهدى، وتبداي بقى تقطعيها. حبايبي بعد ما سقناها عصير البرتقال بالشكل ده، يلا بينا كده نقطعه حته مع بعض.
حبايبي شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الكيك قد ايه هش وقد ايه طري وجميل، مقادير مظبوطه جدا وطريقه سهله، شكل وطعم وريحه. الف هنا وشفا حبايبي. ودي كانت طريقتي في عمل كيكه البرتقال، طريقه سهله وطريقه جميله كده. يا رب تنور رضاكم، وان عجبكم الفيديو لايك وشير، ويسعدنا اشتراككم في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.